عايزك تشير هذا الفيديو فورا. هل ملك المغرب محمد السادس يرجع نسبه إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا سألوني السؤال ده كثير جدا في مصر، وإليكم الآن الحقيقة الصادمة من غير ما حد يزعل. فأنا عايزك تتابع معايا نسل ملك المغرب الملك محمد السادس لما نشوف نسله هيوصل لحد فين. تابع معايا بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو محمد السادس سمي السادس لأنه سادس واحد اسمه محمد حكم، يبقى محمد ابن الحسن ابن محمد ابن يوسف ابن الحسن ابن محمد الرحمن ابن هشام ابن محمد ابن عبد الله الخطيب ابن إسماعيل ابن الشريف بن علي ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن علي ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن الداخل. الحسن الداخل هو أول من جاء من الأسرة العلوية من ينبع النخل من شبه الجزيرة العربية. الحسن الداخل هو أول علوي جاء إلى المغرب، ابن الحسن الداخل. ابن قاسم الحسن الداخل، هناخد هنا ابن قاسم ابن قاسم ابن محمد ابن أبي القاسم ابن أبي القاسم ابن محمد حسن ابن عبد الله ابن محمد ابن عرفة ابن الحسن ابن أبي بكر ابن علي ابن الحسن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن القاسم ابن محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن فهر ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس. إذن هنا محمد السادس ملك المغرب من الحسن ابن علي ابن أبي طالب الحسن ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النسب، نسب ملك المغرب محمد السادس. هذا هو نسب ملك المغرب محمد السادس، يرجع إلى الحسن ابن علي. يبقى محمد ابن الحسن ابن محمد ابن يوسف ابن الحسن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن هشام ابن محمد ابن عبد الله الخطيب ابن إسماعيل ابن الشريف بن علي ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن علي ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن الداخل ابن قاسم ابن محمد ابن أبي القاسم ابن محمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن الحسن ابن عبد الله ابن محمد ابن عرفة ابن الحسن ابن أبي بكر ابن علي ابن الحسن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن القاسم ابن محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. هذا هو نسب ملك المغرب من المملكة العلوية الشريفة الذي يرجع نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.